نبدأ بقى إن شاء الله بأولى فقراتنا. طولنا على الدكتور والصديق المحترم الغالي الدكتور محمود الشامي، رئيس الاتحاد العربي الأفريقي للفلكيين. هيبقى إن شاء الله معانا في مجموعة حلقات، وهنبتدي بقى نتكلم عن الأبراج وماهية الأبراج وعلم الأرقام وعلم ما وراء الطبيعة وعلم الفلك. موسوعة علامة الدكتور محمود الشامي طبعا. نروح نرحب بيه. اهلا اهلا وسهلا بيك يا دكتور، كأول ضيف في اولى حلقات برنامج سامح في البيت. شرف ليا، ويا رب اكون ضيف مفيد لسامح والبيت سامح ولمشاهدينك طبعا ان طبعا، شاء انت الله. انت دكتور يعني، لك من العلم والصيت يعني ما ينبغي. الحمد لله، اهلا هذا من بيك يا فضل دكتور. ربي. اهلا بيك يا دكتور. طيب تحب في الاول مثلا نتكلم عن ايه، عن انهي علم؟ انت ما شاء الله انت علمك كبير وكتير، في علم الفلك وعلم الطاقة وعلم ما وراء الطبيعة وعلم الأرقام. يمكن الناس هتستغرب على حكاية علم الأرقام وعلم الحروف. نبتدي منين الحكاية؟ نبتديها ان احنا يهمني او المشاهد انه يبقى عنده ثقافة فلكية. تمام. امتى يمضي عقد، مم. امتى يواجه، امتى يحارب، امتى يعديها. لان احنا الشعوب العربية كلها بتعمل اي حاجة في اي وقت، تمام. وده شيء خطير جدا. طيب، نستند لإيه بقى، أو المرجع بتاعنا يبقى إيه في تعاملنا مع الكون ومع أسرار الكون والطاقات غير المرئية اللي أنا متخصص فيها. والحمد لله بفضل الله أنا بجمع ما بين المساحات المشتركة بين هذه الطاقات. تمام. فطاقة الكواكب وتأثيرها على الأرض وعلى الناس، طاقة الأسماء علم الحرف، طاقة الأرقام، لأن كل إنسان مننا بيحمل رقم والرقم ده مؤثر عليه. وكلنا نعلم أن الرقم لا يخطئ، 1+2=3، في أمريكا تساوي 3، في أستراليا، في نجع من النجوع، في قرية من القرى. علم الأرقام علم يحترم. بالطاقة الرقمية، يعني أنا حضرتك دلوقتي لو بضرب عليك رقم التليفون وأخطأت في رقم، الفايبريشن بتاع التليفون بتاع حضرتك مش هيشتغل. طبعا. يبقى أنا هنا لما بشوفش حاجة من الريموت، لما أقطع أوقف عربية أو أشغلها وهي في البدروم وأنا في الدور التاني، أو حتى التلفزيون بقطع الكهرباء وبوصل الكهرباء بالطاقة الرقمية. مم. الطاقة الغير مرئية هي التي تؤثر فينا ولا نراها. طيب، الطاقة الغير مرئية. هي التي تؤثر فينا ولا نراها. تمام. الطاقات دي مختلفة، في طاقة الفكر، وفي طاقة النية، وفي طاقة الكلمة، وفي طاقة الاسم، وفي طاقة حركة الكواكب وتراجعاتها. وده كله مثبت في القرآن الكريم، ومثبت بالقياسات والأبحاث العلمية، ومثبت في التاريخ. مم. يبقى احنا وفي كده. طاقة المكان برضه يا دكتور. طبعا يا طاقة فندم، المكان دي طبعا مهمة جدا، طبعا، سواء إيجابية أو سلبية. بالظبط. مم. طيب، أنا دلوقتي لما أجي أقول لك تعالى مثلا بعد 5 أيام أو 6 أيام، ابقى قرب من ربنا واستعين بربنا، المرجع بتاعي ايه لما اجي اقول لك كلام زي ده؟ ما هو ممكن واحد يقول لي ده غيب، ما تتكلمش في الغيب. اقول له لا، تعالى، ده ربنا سبحانه وتعالى قال لتعلموا منه عدد السنين والحساب. مم. ده ربنا سبحانه وتعالى قال والشمس والقمر بحسبان، مم. وكلمة بحسبان أي بدقة متناهية. مم. طيب، تعالى للآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق اللي هو القمر، مم. إذا وقب إذا اختفى. مم. ده فلكيا وقت المحاق اللي هو قبل الهلال بيومين. مم. يبقى ربنا بيقول لك الوقت ده في شر، وابقى استعين بيا واستعيذ بيا. مم. يبقى المرجع بتاعي مش عن فلان ولا ابن فلان ولا بتاع، المرجع بتاعي إشارات قرآنية. مم. وأنا بصفتي متخصص في حركة الكواكب، فأنا عارف إن المحاق ده بعد أسبوع. مم. فلما أقول لحضرتك بقى خد بالك بعد أسبوع، يبقى الوقت ده يعني هيبقى تعبان شوية. والكواكب والنجوم تم القسم بها في القرآن. آيات هل ده كتيرة. هل ده ليها معنى؟ طبعا ليها معنى معنى. خفي ممكن يكون احنا مش فاهمينه؟ أولا احنا عايزين نتفق على مبدأ أنا وحضرتك. اه. اللي ما يؤمنش بالقرآن وما أنزل على محمد يبقى هو اللي مش مسلم. طب. ماشي؟ مم. يبقى احنا لازم نؤمن بكل ما ذكر في القرآن، لأن ما فيش حرف في القرآن خلق عبثا أو طبعا هباء. ونعم بالله. كل طبعا. حرف وله لازمة وله علة. طبعا ونعم بالله. الأبراج ذكرت في القرآن الكريم، والبروج،
سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا. ابن كثير والجلالين والطبري فسروهم وقالوا 12 برج، الحمل والطور والجوزاء والسرطان إلى آخر الأبراج. وما اكتفوش بكده، قالوا وقيدنا لكل برج كوكب، السرطان وله القمر، الأسد وله الشمس. ودول ما كانوش بتوع أبراج، يعني ما كانوش بتوع سبوبة، دول ناس عظام السلف الصالح بيفسروا لنا القرآن وبيقولوا ده تفسير الآية دي. طيب أما في آية تانية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إيه ده؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. الوعد هنا هي الأقدار. ففي حركة وثيقة بيننا وبين الكواكب. عفوا. أثبت ذلك علميا، أثبت ذلك علميا. يبقى العلم عندما يتفق مع صحيح القرآن أو صحيح الدين والتاريخ يتفق معهم هما الاثنين، يبقى أنت المجادل أو اللي عايز يقول لك لا الكلام ده ملوش أساس من الصحة مش هلاقي لنفسه مكان ولا مجال يخش منه. تعال نشوف أول تأثير لكوكب ألا وهو الشمس. احنا كده هنتكلم دلوقتي بقى عن حركة الكواكب وتأثيرها على الناس. ما انا عشان بعد كده لما اجي اتكلم معاك بقى في التأثيرات او التوقعات ما تقولش الكلام ده دجل. وما افرق لك ما بين العلم والغيب يبقى احنا فهمنا ان في فرق بين العلم وبين الغيب. ولما افرق لك ما بين الدجل والشعوذة وما يعني انا عايز احنا لازم كلنا نفهم الفرق ما بين العلم وما بين الغيب وما بين العلم وما بين الدجل والشعوذة. تمام. ان فهمنا دول هنعرف نمشي امورنا. لكن خليني ارجع تاني. هو احنا تقريبا معانا فيديو للدكتور مصطفى محمود، طبعا الدكتور العلامه يعني بيتكلم عن تأثير الشمس والقمر، وبيقول فيه ان القمر مؤثر على مزاج ومود الناس نفسيا وماديا. يا ريت معانا الفيديو ده، يا ريت ننزل بيه برضو عشان نستشهد برأي الدكتور مصطفى محمود. يا ريت. اشكرك. اتفضل. اشكرك شكرا جزيلا. يبقى احنا هنا دلوقتي لما يبقى عندنا وقت ربنا بيقول لك الوقت ده فيه شر يبقى استعين بيا او يبقى استعيذ بيا، يبقى انا هنا لازم اخد بالي ان دي اشاره واحترمها. في وقت تاني وجد ان اثناء اكتمال القمر بدر، عملوا احصاءات في الغرب فلقوا ان اثناء اكتمال القمر بدر بتكتر حوادث السير، وبتكتر حوادث العنف الجنسي، وبتكتر نسبة هياج المجانين في مستشفى الأمراض العقلية، وبتحدث عملية المد والجزر في البحار والمحيطات. وبما إن 3/4 الأرض مية و3/4 جسم الإنسان مية، يبقى زي ما بيحدث مد وجزر في البحار والمحيطات بيحدث مد وجزر داخل جسم الإنسان، بس كل واحد على قد نسبته. الإنسان ليه نسبة والأرض لها نسبة. فيبان في الأرض في المحيطات والبحار مد وجزر بطريقة ملحوظة ومعروف، كل البحارة والناس عارفين يعني إيه مد وجزر. داخل الإنسان بقى بتطلع نظام أفورة بتعمل له خلل. حتى الصيادين كمان بيشتغلوا على كده في موسم الصيد والصح كده. بالظبط. بالظبط. طب الناس دي بالإحصاء، احنا للأسف ما بنحصيش كتير يعني، بس هم بالإحصاء وبالعلم عرفوا إن الإنسان بيتعرض ده. خد الأروع من كده، القانون الإنجليزي من 50 سنة في مادة بتقول اللي يرتكب جريمة أثناء اكتمال القمر بدر عقوبته تبقى مخففة عن قبل أو بعد. ده إيه ده؟ تاني كده؟ القانون الإنجليزي في مادة بتقول اللي يرتكب جريمة أثناء اكتمال القمر بدر عقوبته تبقى مخففة عن قبل أو بعد. مخففة ليه؟ عشان بيتعرض لحاجه بتعمل له خلل وبيبقى غصب عنه، اللي بيهيج يرتكب عنف جنسي او ده كمان في عاده معروفه لو عملت سيرش على النت تشوفها. التمرجي او الناس المساعدين الدكاتره كانوا بيجوا في مستشفيات الامراض النفسيه ويمسكوا من الناس العيانه يضربوهم علقه لما يهمدوهم. الله. ما عشان المجانين ما تهكش فيهمدوهم. ده زمان يعني لغايه قريب يعني. تمام. التاريخ بيقول كده. يعني شوف انت بنفسك تأكد من الحقائق. طب ايه رأيك الفيديو؟ اكمل بعد اذن حضرتك. الفيديو يستنى شويه. طيب. وبعدين لقينا الدين الاسلامي عالج الموضوع ده. ولقينا رسولنا الكريم بيقول صوموا 13 و14 و15 من كل شهر عربي. حقيقة. الله، من 1400 سنة. طب ده الصيام ده كتب عليكم الصيام. يبقى لما يجي الرسول ينصحني أصوم، طب الصيام من أراد منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بإيه؟ عليه بالصيام. يبقى لما يجي الشاب يبقى التكوين بتاعه فاير شوية وعنده صحة شويتين ومش قادر يتجوز، بننصحه إنه يصوم. ليه؟
عشان الطاقه اللي عنده تقل شويه، يتهد شويه. تمام. يبقى دي الحكمه من صيام 13 و14 و15 من كل شهر عربي. ناس كتير بتنفذ وما تعرفش هي بتصوم ليه. تمام. وقت تاني اللي هو وقت الكسوف. واحنا صغيرين واحنا عيال صغيره كان لما يحصل خسوف للقمر كنا ناخد غطيان الحلل ونطلع نقول يا بنات الحور سيبوا القمر يدور. مع ان هناك صلاه تسمى صلاه الكسوف المماثله لصلاه الاستسقاء. يبقى انا دلوقتي عندي 3 توقيتات: اثناء اكتمال القمر بدر، والقمر هنا عامل مشترك، واثناء الكسوف والخسوف. ما هو الكسوف والخسوف ايه غير الشمس والقمر والارض بيبقوا على استقامه واحده 180 درجه. وكمان وقت المحاق اللي اشار ليه سوره الفلك، اللي اشار بها سبحانه وتعالى في سوره الفلك، اللي هو وقت المحاق برضو القمر مشترك معايا في ال3 اماكن دول. يبقى دول 3 توقيتات بيتكلموا عن تاثير القمر. ونشوف الدكتور مصطفى محمود بيقول ايه في تاثير القمر او في تاثير الكون. جهز معانا الفيديو يا شباب. طيب ننزل بالفيديو بتاع الدكتور مصطفى محمود. ثم لاحظوا أيضا أن في فترات نشاط الكنف الشمسي بتحصل هنا على الأرض زوابع وأعاصير واضطرابات في الطقس واضطرابات عقلية عند الناس، يعني تزيد حالات الجنون والهستيريا والتوتر النفسي. ودايما الحروب بتحصل في فترات نشاط الكنف الشمسي. الانفجارات الشمسية هي عبارة عن طاقة مغناطيسية هائلة بتطلع من الشمس. الانفجارات الشمسية دي لما بتحصل قلنا بيصاحبها شلالات ورياح شمسية، عبارة عن شلالات من الإلكترونات. لما بتوصل الأرض بتقطع خطوط الاتصال السلكية والتلفزيونية والتلكس يعطل، وفي نفس الوقت بتعمل زوابع وأعاصير واضطرابات في عقول الناس. وعشان كده أصبح رصد وتتبع البقع الشمسية والكنف مسألة مهمة جدا. الشمس في الكسوف يبدو منها التاج والهالة الشمسية. المسلمين يعرفوا صلاة الكسوف. صلاة الكسوف معروفة في طيب اتفضل علق بقى على الفيديو بتاع الدكتور مصطفى. ما هو تقريبا هو راجل عالم وراجل طبعا محترم ويعتبر مرجع بالنسبه لنا طبعا. فهنا تاثيرات الشمس والقمر تاثيرات ظاهره وباينه، وربنا سبحانه وتعالى جعل هناك علاقه بيننا وبينهم وذكرها في ايه: بسم الله الرحمن الرحيم، وسخر لكم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله، لما سخر لنا الدواب علقناه في ساقية وحلبناه وركبناه واستفدنا منه كل الاستفادات الممكنة. فمن غير المنطق ومن غير المعقول إنه يسخر للشمس والقمر والنجوم وما يبقاش في علاقة أو تأثير بينه وبينهم. طبعا ده دينيا علميا. تعال شوف الشمس. الكلام اللي انا هقوله ده احنا درسناه في ابتدائي انا وحضرتك. لولا اتحاد اشعه الشمس مع ماده الكلوروفيل اللي في النبات ما كانش النبات يصنع غذائه بنفسه. وما كانش الحيوان ياكل النبات، وما كانش الانسان ينمو على الاثنين، على الحيوان وعلى النبات. تمام. طيب ده الاكل. تعال شوف التاثير الثاني. الشمس تضرب باشعتها في البحار والمحيطات، فالميه تتبخر وتتكثف وتنزل، ونرجع للآية اللي بتقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء حي. تمام. يبقى ده الأكل ودي الميه. خد الأقوى من كده، أنك أنت ممكن تتحمل الأكل 2-3، ممكن تتحمل العطش 2-3 ساعات. ثبت علميا أن المصدر الوحيد على وجه الكرة الأرضية لتوليد الأكسجين اللي احنا عايشين عليه هو النبات. ومفيش نبات من غير شمس. سيبك من نبات الظل. تمام؟ طبعا ما اقدرش اصبر على التنفس ساعة ولا نص ساعة ولا ربع ساعة. يبقى إذن أكل ومية ونفس، وما يبقاش في علاقة ولا تأثير بيني وبين الكواكب. وبعدين احنا هنروح بعيد ليه؟ مش ربنا اللي خالق الكواكب وهو اللي خالقنا؟ ما هو حر. انتوا ليه هو ده ليه اله وده ليه اله؟ احنا لابد ان نفطن الى
الاوقات اللي انا اشرت لحضرتك عليها اللي هو وقت المحاق، ولازم نفهم ان وقت اكتمال القمر بدر، لازم نفهم ان وقت الكسوف والخسوف، التوقيتات دي ما ينفعش نقوم بعمل جديد، ما ينفعش نواجه، لان اثناء الكسوف والخسوف بتحصل حالات تمرد. تبص للواحد بيتخانق مع الست بتاعته في البيت، وبيتخانق مع زميله في العمل، وبيتخانق مع صاحبه على القهوه. ايه ده؟ طب هل مثلا تنصح مثلا بيبقى في اللي هي توقيتات بتاعت الخسوف والكسوف، تنصح بيها ايام ايه؟ يعني بيبقى ليها ايام معينه في الشهر؟ لا، ده حضرتك الكسوف والخسوف الظاهره دي بتحدث في السنه مرتين. يعني بيبقى في انهي شهرين تقريبا عشان الناس بس تعمل حسابها؟ المواعيد موجوده، اه مواعيد الكسوف والخسوف، والشهور الاكثر حظا لكل برج، ايوه، والتوقيتات المناسبه الناس مستنيه للحمل الكلام ده. والولاده، والتوقيتات الحلوه للمال، والحاجات دي كلها. احنا زي الزرع يا استاذ سامح، امم احنا حضرتك زي ما الزرع بيجي له وقت ويخضر ويرعرع ويزهو، وبيجي له وقت يصفر وينكمش، احنا كده برضو بيجي لنا وقت نزدهر، اه وبيجي لنا وقت ننطفي. اه حضرتك انا لو جبت حبايه ذره وقعدت حطيت لها كيماوي وزرعتها وسقيتها ورعيتها وما طلعتش، وفي وقت تاني هرميها رمي كده من غير ما اخدمها ومن غير تطلع ابذل اي لوحدها. طاقه، تطلع اه لوحدها، مع ان هي حبايه الذره، وهي الارضيه. ولكن التوقيت امم اللي انا اقصده من كلامي ان احنا لازم نفهم امتى نحارب، امتى نواجه، امتى نجابه، امتى نمضي على مشروع، امتى نتجوز. حياتنا العمليه دي لازم يا جماعه يبقى عندنا ثقافه فلكيه عشان نختار التوقيتات المناسبه لنجاحنا. لو فهمناها هنتلاشى 80% من الفشل في حياتنا. طيب ده كده احنا اتكلمنا بالنسبه للكواكب والنجوم وتاثيرها. اه طيب ما تيجي بقى نطرح على الناس علم الطاقه الغير مرئيه، اه وسيادتك متخصص فيها. ايوه. ايه هو، عايزين نعرف الساده المشاهدين ايه هو علم الطاقه الغير مرئيه، يعني ايه؟ الطاقات غير المرئيه هي حركه الكواكب وتاثيرها، امم ما بين بقى اكتمال القمر بدر، وما بين محاق، وما بين كسوف وخسوف، يعني الاحوال بتاعه الكواكب المؤثره. امم يعني وقت الكسوف ده تبص تلاقي بيحصل تسونامي، زلازل، فيضان، براكين. بس احنا الحمد لله ما بيحصلش عندنا الحاجات دي، بس ده مرتبط، الاحداث دي مرتبطه بساعه الكسوف والخسوف، او المربعات الفلكيه اللي بتبقى موجوده، واللي مرينا بيها من 2011 ل 2018. كانت حركه الكواكب واخده زوايا ومربعات فلكيه في غايه الصعوبه، وده اللي قدر احوال العالم مش مصر بس. امم كانت الكواكب واخده نفس الموقف ده سنه 1914. امم ايه اللي حصل ايامها؟ انهيار الاقتصاد العالمي، ناس ماتت كتير، حروب، ما انت عارف الحرب العالميه واللي امم حصل اقتصاديا ومن جميع الاحوال. امم شاءت الظروف ان هم في 2011 اخذوا نفس الزوايا دي. وعلشان كده علم الفلك علم كسبي. يعني ايه كسبي؟ مبني على الملاحظه والتدوين. انا النهارده الكوكب ده في الحته دي بيبقى ليه تاثير معين، مع تكرار التاثير في نفس التواجد بتاعه، لما بيلف اللفه بتاعته او ياخد مربع مع اي كوكب تاني بيحصل تاثير، نفس التاثير تاني انت كده وتاني. جاوبتني على سؤال بقى خفي، ويمكن الساده المشاهدين هيفهموه بقى. يبقى ده كده علم التوقع، لما انت بتدون ايوه طول السنين ايوه الكوكب ده لما يبقى هنا او الحركه كذا فحصل كذا، فيبقى ليه تاثير مشابه. بتاخد بعلم القياس، لو عندي يمكن بعلم مراجع القياس او كمان المشابهه، ان عندي. هو ممكن يحصل كذا، يبقى التوقع في السنه الجايه كذا، صح؟ بالظبط بالظبط. اه علمائنا الافاضل السابقين، يعني اما اجي اشوف فيثاغورس درس فلك اه ورياضه، ابن تيميه، ابن حيان، ابن المقفع، الناس دي برضو كان لهم ناس بتعارضهم، ويعني حصل لهم نوع من الاهانه، امم مع ان الغرب اشاد بالناس دي واطلقوا على ابو الكيمياء واطلقوا على ابو الفيزياء. يعني العلوم مبنيه على علم الفلك. امم انا في ابحاثي مفيش ايه في القران بتقول الفجر ركعتين، ولا الظهر 4، ولا العصر 4، لكن لما باجي احول كلمه الفجر لارقام تطلع 2، لان انا محكوم بقانون، الجدول ده قانون. طيب اما اجي احول الظهر لارقام يطلع 4، اما اجي احول العصر طب مثال لارقام. طيب عشان الناس لا لا نعم. ده ايه المعلومه دي؟ ايوه يا فندم. اه
هو طبعا احنا واخدينها سنن عن نبينا الكريم عليه الصلاه والسلام اللي ايوه، هي بس انا بوريك ارتباط انت بتربطها بالعلم. الارقام بعلم طب الاسماء. على سبيل المثال يعني، وعلشان كده القرآن معجزة. طب على سبيل المثال الفجر يطلع 2 ازاي؟ ما احنا بالارقام. الالف واللام والف والجيم والراء دول كل حرف من دول له رقم. بس خد بالك بقى من حاجة مهمة، حروف كلمة العصر غير حروف كلمة الظهر. ومع ذلك العصر تعمل 4 والظهر يعمل 4. طب ما يعمل مثال حي كده. اجهز لك الحاجات دي بتبقى محتاجه توضيب اذا كنا يبقى عندنا الوعي ده. وانا عامله على فكره يعني الحلقات موجوده وكل حاجه موجوده بالورقه والقلم. حلو قوي. كمان العدد الذري والرقم الذري لعنصر الحديد والنحاس والذهب، كل العناصر اللي ذكرت في القرآن، كل العناصر الكيميائيه، الوزن الذري والعدد الذري اللي في الجدول الدوري الحديث طالع من رقم الآية ورقم السورة. الله. وده الإعجاز. احنا كده دخلنا مع السادة المشاهدين على طول في علم الأرقام. ده علم، ده ما هو كله علم يا فندم ومرتبط ببعضه. طب وبيقول لك مثلا حضرتك عبارة عن حضرتك عبارة عن رقم. تخيل حضرتك اختزلتني في رقم. لا ده كلنا كده. حياتك رقم. المكان اللي انت قاعد فيه رقم، اصحابك رقم، الزوجة رقم، كل المرتب اللي انت بتقبضه رقم، المكسب اللي بتكسبه رقم. اللي هو برضه بتتفرق بقى، اللي هو السين برقم والالف برقم والميم ب6 مثلا. السين ب6 والالف ب1 يبقى 7 والميم ب4 يبقى 11 والحاء ب8 يبقى 19. لازم اجمع احاد على عشرات عشان انا عايز من 1 ل9. فيديني 19. لو جمعت ال9 على ال1 يبقى 10. برضه هجمع الصفر على ال1 يبقى 1. اذا طلع اسمك بيحمل الرقم 1 يبقى برجك من اسمك الاسد. على طول. على طول. انت عرفت على طول. لا انا ماليش علاقه بالبرج اللي من تاريخ ميلادك. ما هو في لغط كتير. كل واحد فينا انا عايز افهمها، انا نفسي عايز افهمها. كل واحد يعني انا فعلا الاسد. انت اسد. فانت قلت ازاي رقم 1 يبقى اسد من تاريخ الميلاد. انت مولود مثلا في اغسطس، ايا كان بقى كام اغسطس. طب دلوقتي انت ليك برج تاني من اسمك. ما هو الاسم ده عليك تاثير وترددات وذبذبات، وده 20% وده 20%. يعني انا طلعت الاثنين اسد؟ الاثنين اسد. من التاريخ الميلاد ومن تبقى اسد 40%. ما هو انا عشان افحصك مظبوط، القصه مش قصه سبوبه. العلم ليه ضوابط وليه اصول. لازم اعرف برجك من تاريخ ميلادك وبرجك من اسمك وتاثيره عليك. لان انت لو الاثنين مش واحد، لو قدر ان برجك من اسمك ضد برجك من تاريخ ميلادك، يحصل عندك لخبطه وبهدله، وحياتك الماديه ما تبقاش مستقيمه ولا العاطفيه. ليه؟ انت متعرض لذبذبات مختلفة. لكن لو حصل توافق ما بين برجك اللي من تاريخ الميلاد وبرجك اللي من اسمك، دول 40%، يبقى بقى عندنا كام؟ 60%. دي بترجع للطالع، والطالع ده هو ساعة الولادة. يبقى 40 و60 أدا 100%. ده الكلام المظبوط لما اجي افحص واحد زي حضرتك. طب ما تيجي نعمل، سيادتك بتقول لكل بني ادم برضه ليه خريطة؟ الخريطة الفلكية. أنا بشكر ربنا، ده فضل من ربنا عليا. إنني الوحيد في العالم اللي بعملها مجانا. هي اللي بتتعمل ب $300. أنا الوحيد اللي بعملها مجانا. أنا بسمع دول العالم فعلا. في مكان أنا اللي بعملها مجانا، والخدمة دي محدش، يعني الخريطة الفلكية. طب ما ننزل كده الخريطة الفلكية، نوري الناس الخريطة بتاعتي أنا. طب يلا. طب واللي عايز إيه ده بقى يا دكتور؟ ده بقى الخريطة دي بقى. بس اللي عايز خريطته أنا ما فهمتش منها أي حاجة. أنا هشرحها لحضرتك. اولا الشمس. بس طب اللي عايز الخريطه الفلكيه دي يعمل ايه معاك؟ يتصل بيا على الواتساب. طيب يا ريت تتكرموا يعني وتحطوا رقم الواتساب عشان اللي عايز نزلوا يا جماعه الارقام بتاعت الدكتور. انا عايز برنامجك يبقى خدمه للناس طبعا، لان احنا ما بنتقاضاش. وهو كمان اهو يا جماعه ده بالمجان. على الهوا اهو الارقام اهي. ده كمان بالمجان. الدكتور محمود الشامي بيعملها، اي حد تاني بياخد عليها رقم. بالظبط. بس انا عايز افهم بقى ايه الخريطه، ايه الرموز دي كلها. تخيل بقى ان ما حدش في الوطن العربي بيقدم الخدمه دي مجانا غيرك في برنامجك. الله. طب الحمد لله، ادي سابقه اهو، برنامج سامح في البيت اهو. الدكتور محمود الشامي متكرم اهو، هيعمل كل الكلام ده بالمجان. اي حد عنده اي مشكله زي المشاكل اللي عندك. شايف الخطوط الحمراء اللي جوه الدايره؟ دي عباره عن المشاكل اللي عندك. شايف الخطوط الزرقاء اللي جوه الدايره؟ دي عباره عن الحاجات الكويسه اللي عندك. عندنا الدايره الاورنج اللي جواها نقطه اورنج، دي الشمس. عشان انا نظري مش جايب الازرق اكتر ولا الاحمر. دي الشمس. الشمس موجوده في الاسد. ده يخليني اقول لك ايه، انت وكل برج الاسد، يعني الكلام اللي انا هقوله دلوقتي، شويه صغيرين اللي هقولهم دلوقتي، هينطبقوا عليك مرتين اتنين. مره عشان انت اسمك عامل ب1، ومره عشان برجك الاسد.
اي حد مواليد برج الاسد الكلام ده هيبقى منطبق عليه، بس لما اجي انقل على القمر و هيبقى الموضوع خاص بيك انت بس. لان الخرطه دي هي طب عمليه ممكن فحص تحطوا الخرطه فلكي في التو ويندو يا جماعه بطريقه علميه محترمه. مم. حضرتك كده اجتماعي من الدرجه الاولى. تظهر هذه الصفات فيك اكثر عن غيرك من بقيه الابراج. انت يا ملك الغابه يا استاذ سامح من بين ملوك الناس، تمتاز بفخامه، تمتاز بالعظمه، تمتاز بالشهامه، ولدت اما للقياده او للدعم او للثوره ضد الاوضاع الراهنه. يكون فوق فعاليتك، انت تكون فوق فعاليتك عندما تكون في مركز السلطه. طبعا اللي بيخلص لك اثناء المتابعه ايها الاسد، الكلام ده للاستاذ سامح وللمشاهدين الكرام اللي هم برجهم اسد، بس اول ما اجي افصل ونخش على الخاص هتبقوا عارفين. طبعا ادبك الجم، انت قادر على منح اتباعك الاحساس بالثقه والامان، وبانك بتقف على ارض صلبه، طموح مثالي. خططك قد تثبت من العزيمه، لكن قدرتك على الوصول الى قلب المشكله وحلها بتطمن اللي حواليك. النكسات بتقوي من عزيمتك. انت قادر على تحقيق اهدافك وتستخدم كل طاقاتك وكل ابداعاتك في ذلك دون ان يراودك ادنى شك. لديك قوه نحو الخير للمثاليه والانسانيه، متمسك بشده بمعتقداتك او مذاهبك بشكل تقليدي او مبالغ فيه. بالنسبه للمهنه ده كل ده لبرج الاسد. كل ده للاسد او اللي اسمه يعمل رقم واحد. يعني تمام. لو في واحد برج تاني بس اسمه يعمل رقم واحد، كل الكلام ده ينطبق عليه. ينطبق عليه. او الاسد تنجح في اي وظيفه لها مستقبل. انت قادر من خلال احتلال مراكز الصداره، بتحب القياده، بتحب الزعامه. طبعا في السياسه ما بتقتنعش بوضع اقل من مركز يكون قوي في الحكومه، في السلطه، في مجال اداره الاعمال. انت رئيس مجلس اداره شركه او على الاقل مدير. انت قادر على التنظيم والاشراف، وعلى عاتقك تقع مسؤوليات وضع الأسس للمشاريع الجديدة سواء في الفن. فأنت إما نجم معروف أو رسام. الكلام ده مش معمول لك، الكلام ده مش معمول لك. أنت طلبت مني الخرطة على الهوا، وأنا معرفش إن برجك الأسد على فكرة إلا دلوقتي. طبعا أنت قائد، ممكن أن تكون قائد أو رسام، قائد لفرقة موسيقية. بالنسبة للحب تمتاز بالإخلاص والأمانة والثقة. أنت كائن اجتماعي تلقائي طيب القلب عطوف صريح. على الرغم من لطفك الظاهر في علاقاتك بالتفتح، لكن يمكن أن تفقد ثقتك بالأشخاص الذين يخيبون أملك أو الذي تراهم مش معتمد عليهم في المسؤولية. هنتكلم عن القمر في الخرطة الفلكية هناك اهي. القمر في برج الحوت. كده هنفصل بقى الأسد ونتكلم عنك بصفة خاصة. لا طب اقول لك حاجه. اتفضل. خلي الصفه الخاصه دي، انا مش مهم بالنسبه لي حكايه الصفه الخاصه. انا يهمني الجمهور المشاهد اللي هو مجتمع سيادتك بتقول اللي اسمه يبقى رقم واحد، صح كده، في اي برج ده ينطبق عليه هذا الكلام. او بخصوص برج الاسد كل الكلام ده ينطبق عليهم، كل التفاصيل اللي انت ولاحظ انك انت واخد 20% من برجك اللي من تاريخ ميلادك، و20% من اسمك، و60% من الطالع. تمام. فاللي عايز يفحص نفسه طيب. فلكيا تاريخ الميلاد، ساعة الولادة إن أمكن، تمام. مكان الولادة والاسم واسم الأم. وأنا تحت أمر أي حد عايز يطمن على نفسه أو عايز يحل مشاكله أو عايز يغير حياته 180 درجة. حضرتك تعرف إنك أنت تقدر تغير قدرك يا أستاذ سامح. ما كل ده بقى بص يا دكتور بقى، لا ده أنا مش هسيب ده. أنت إن شاء الله فقرة ثابتة معايا في البرنامج إن شاء الله. اوعد السادة المشاهدين بكده. اوعد الساده المشاهدين، اوعد الساده المشاهدين. بس خلاص خدنا وعد من الدكتور، لان بصراحه انا حاسس ان في طاقه ايجابيه في اولى الحلقات بصراحه، واتكلمنا في مواضيع وعن كثير من العلوم يمكن الكثير مش مطلع عليها. طبعا في نهايه الحلقه الاولى من برنامج سامح في البيت، بشكر جدا ضيف العزيز في اولى حلقات الدكتور محمود الشامي. واظن يعني الرجل متبرعا قال يعمل الخرطه الفلكيه، وكل من هو عايز يعرف اي حاجه عن برجه او الكواكب او اي حاجه ممكن يتواصل معاه بالمجان. اهو البرنامج سامح في البيت بالمجان، والارقام
نزلت على الشاشات. يا رب. وتوقعات 2019 ده بالتفصيل الممل. وتوقعات اوعدهم ده بقى. هيبقى معايا. لا اوعدهم، لا طبعا. اوعدهم. لا وعد طبعا ان شاء الله في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. هنمسك كمان الابراج، يعني مثلا 4 5 ابراج مع بعض هنحللهم ونتكلم عن توقعات الابراج جميعا ل 2019 وتوقعات الارقام كمان. وتوقعات الارقام وكل اللي نفسكم فيه. اعزائنا المشاهدين، سعدت جدا بلقائي معكم اليوم في اولى الحلقات من برنامج سامح في البيت. اتمنى ان شاء الله ان احنا نلتقي على خير يوم الجمعه القادمه في نفس الميعاد ان شاء الله الساعه 8 مساء والاعاده 2 صباحا بعد برنامج انفراد الدكتور سعيد حساسين. كان معكم سامح صفوت. وانتوا اهلا ومرحب بيكم مع سامح في البيت. الوقت عدى بسرعة وفات، يا رب قرب